وفيديو جديد وحلقة جديدة معانا ومعاكم على قناتنا على اليوتيوب. وياريت قبل ما نبدأ ننزل نعمل لايك وسبسكرايب في القناة عشان يوصل لنا كل جديد. يعني القناة تكبر. ودرس النهاردة هنشتغل على الصورة دي edit على الكاميرا رو فلتر. تمام. وهيبقى edit manual، يعني احنا اللي هنعمل الاعدادات بتاعت الصورة خطوة خطوة مع بعض. وهسيب لكم لينك الصورة او لينك الموقع اللي تنزل منه الصورة في الديسكريبشن تحت، عشان لو عايزين تجربوا او تشتغلوا عليها. انا كنت منزله في اللينك بتاع الموقع في فيديو قبل كده، ممكن اسيبه لكم في الاي اللي فوق. ويلا بينا نبدأ عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. اول خطوة معانا احنا ممكن هنيجي هنا عند الالوان، هنخليها نيوترال. تمام. عندك بورتري، عندك ستاندر، الالوان دي اللي بتبقى عندك في الكاميرا وانت بتصور. تمام. في اللاندسكيب اللي هو الطبيعة، بيبقى الوانها زيادة. تمام. في الادوبي نيوترال دوت انا بحب اشتغل بيه عشان بيبقى الوانه سوفت وانت بتعمل الالوان اللي انت عايزها. تمام. هنيجي عند الاكسبوجر وهنبدأ نزود بالشكل ده حاجة بسيطة. تمام. هنيجي عند الكونتراست وهنبدأ نزود حاجة بسيطة. هايلايت هنبدأ نقللها للنص كده. الشادو هنرفعها حاجة بسيطة. الوايت هنقللها. البلاك هنقللها. تمام. احنا بنشتغل على حسب الصورة اللي محتاجاه. تمام. هنرفع الشادو شوية بالشكل ده، والهايلايت هنخليها -65 بالشكل ده. تمام. هنيجي عند texture خليها 12. clarity خليها -3. دي هنخليها 3 موجب. هنيجي عند الألوان خليها 20. وهنيجي هنا هنخليها -12 بالشكل ده. تمام. هنيجي هنا عندك الأوتو، هو بيظبط الصورة على حسب الذكاء الاصطناعي. عندك كذا حاجة انت ممكن تظبط. تمام. انا بحب اخليه اوتو بالشكل ده، هو بيختار انسب درجة الوان وبيظبطها. تمام. هنيجي نفتح تاني قائمة معانا هنا الكيرفس، هنقلل او نزود الهايلايت شوية. اللايت هنزودها حاجة بسيطة او هنرفعها حاجة 20 مثلا. تمام. هايلايت تخليها 12. الدارك هنقللها -8. الشادو خليها -3. تمام. الشارب هنخليه 50. النويز هنخليها 12. color noise 25 زي ما هي. هنخش على color mixer الألوان بتاعتنا. تمام. هنيجي هنا هنزود اللون الأحمر شوية كده. لو زودنا احنا بنقلله، لو نقصنا احنا بنزوده. تمام. العكس. فاحنا اخليه -12. هنيجي هنا نخليها -8. الأصفر -20.
اللبن مش مؤثر على اي حاجة في الصورة، فهنقلله او هنسيبه زي ما هو. هنيجي عند تاني قائمة معانا، تمام. هنبدأ نظبط الاعدادات كده. تمام. هنيجي هنا الميكس، خليها 20، خليه 8. هنبدأ بنجرب كده، بأثر على اللون ده هنا معانا. مفيش تأثير في الصورة، بنرجع زي ما هو. تمام. نجرب اللي بعده، مفيش تأثير. تمام. هنا مؤثر على اللون الأبيض بتاع التلج، هنخليه -38. مفيش تأثير. خلاص كده هنفتح الأوباستي وهنعمل ريموف. هعلي الإضاءة معانا، بيشيل الحواف السودا بتاعت العدسة يعني كده، هيرجعها زي ما كانت. تمام. العدسة اللي متصورة بيها الصورة 85 سيجما ارت، فتحة 1.4. تمام. هنقفل كده وهنيجي هنا عند الاكسبوجر وهنقلل شوية، 10 كويس بالشكل ده. تمام. هنبدأ ندوس اوكي، الصورة بتاعتنا هتفتح معانا. الصورة بتاعتنا فتحت. نعمل دبل لاير زي ما اتعودنا. نيجي عند، هنسيبها دلوقتي ثواني بس، هنشيل الحاجات اللي في البشرة دي. في شوية حاجات بسيطة كده هنشيلها. تمام. في الشعر ده نبدأ ان احنا نحاول نشيله. موضوع بسيط، ما بياخدش وقت على فكرة. كل اللي عليك ان انت تكون دقيق في الحاجات دي وانت بتشيلها عشان ما تبوظش حاجة. في الحتة دي لونها احمر زي اللون بتاع البشرة،
هنسيبها تمام. في هنا حبوب بس اوت اوف فوكس مع البلور بتاع العدسة. تمام. حاجات بسيطة هتتظبط في التنعيم، فاحنا يعني هنعمل frequency acceleration بالتاتش برو. هنيجي نقف هنا، هنيجي عند أداة التنعيم ميكسر برش، هنبدأ نشتغل. كده الموضوع بيبان معاك ان انت مفيش حاجة بتتعمل، بس هو بسيط يعني، ما بيبانش غير في الاخر. بس اهم حاجة وانت بتعمل تنعيم، الخطوة بتاعت التنعيم دي ما تحوش الدنيا، يعني ما تدخلش الحاجة كلها على بعض، واحدة واحدة. تمام. يعني احنا لو قفلنا كده هنلاقي الحتة الحمراء اللي كانت عنده هنا في الاول ظهرت تاني. عايز الموضوع يبان معاك اكتر، هتبدأ تقلل الميكس هنا ل95، هتبدأ تعمل كده، هتلاقي الموضوع بدأ يبان معاك اكتر. بس واحدة واحدة عشان الميكس ده بيسيح البشرة على بعض. تمام. فاحنا 95 ده يعتبر اقل حاجة ان احنا نشتغل بيها يعني، فيعني مينفعش نشتغل باكتر من كده. موضوع بسيط، ما بياخدش وقت، زي ما قلت لكم يعني ممكن بالكتير قوي 10 دقايق ربع ساعة بتخلص الصورة بتاعتك اللي انت بتشتغل عليها. تمام. ده كده قبل، ده كده بعد. تمام. بس كده يعني يعتبر احنا خلصنا التنعيم. هنبدأ نقلل شوية عشان ما يبقاش الموضوع اوفر، خليها 65%. تمام. هنيجي نحدد بس الحتة اللي لونها احمر في الأورة، نعمل دمج الاتنين لاير، نحدد الحتة دي كده. هنيجي هنا عند اللون الأحمر هنبدأ نقلله. هو اللون بسيط، بس يعني احنا مش عايزينه يبقى باين. نيجي هنا نبدأ نقلل من هنا كده.
بس موضوع يعني بسيط جدا، وبقى مفيش اي حاجة يعتبر. تمام، نعمل دمج، نقرب كده، مفيش حاجة. شيل الشعر، احنا ما خدناش بالنا منه في الاول. بس هي الحتة دي. تمام كده، هنبدأ نعمل دبل لاير. هنيجي عند هنا النويز، وهنعمل دبسكال نويز. تمام، وهنيجي عند الشارب وهنعمل شاربن بالشكل ده. وهنيجي نفتح الألوان بتاعة الصورة ونبدأ نظبط واحدة واحدة التون بتاع الصورة اللي احنا عايزينه. هنشوف كل الألوان اللي في الصورة والألوان اللي بتأثر على الصورة وهنشتغل عليها. يعني حاجة شبه الأبيض اللي كده هنخليها مدية على الجولد شوية، أو ممكن نخليها مدية على الأبيض عادي، مفيش أي مشكلة. تمام، نيجي عند البلاك، هنقلل هنا أول حاجة -5، هنخليها -3. بص كده قبل وبعد. before و after، هتلاقي ان الصورة اتظبطت معانا، شكلها بقى جميل. تمام، ممكن نديها لون البرونزي لو احنا عايزين اللي هو الذهبي، هنعمل كده. تمام، مش اي مشكلة، عادي. عايزين نخليها ابيض نخليها كده عادي، مفيش اي مشكلة، على حسب ما احنا عايزين. تمام، كل حاجة بسيطة وسهلة، الموضوع مش معقد ولا في اي مشكلة، عادي جدا. تمام، دي الالوان اللي مأثرة على الصورة كلها. تمام، الازرق تقريبا مفيهوش حاجة مؤثرة غير الحتة بتاعت الشعر دي. تمام، بس كده يعني يعتبر كل اللي عليك ان انت هتحط اللوجو بتاعك، وهتبقى الصورة خلصت، تبدأ تعرض شغلك، مفيش اي مشكلة.
الشرب واضح جدا والتنعيم طبيعي، ما بوظناش اي حاجة في البشرة، والصورة بتاعتنا الكواليتي بتاعتها بسم الله ما شاء الله يعني. بس كده، اشوفكم في فيديو جاي، سلام.